السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. النهارده معانا فيديو جديد. عاملين فرخة مشوية بطريقة سهلة وبسيطة في البيت طبعا. بدل ما نروح نشتريها غالية من بره او مش عارفين نشويها على السيخ، فهنشويها بطريقة سهلة وبسيطة. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اولا نسمي بسم الله. هنعمل التتبيلة بتاعة الفرخة. معايا نص كوباية لبن، ممكن نستبدلها بزبادي اللي متوفر عندنا. حطيت معلقة صويا صوص، معلقة دبس رمان، والتوابل معايا معلقة ملح كبيرة، معلقة فلفل اسمر صغيرة، معلقة كمون صغيرة، معلقة كزبرة صغيرة، كاري، بابريكا، بصل بودر، توم بودر، من كل حاجة معلقة صغيرة. معايا بقى هقلبهم كويس كده. معايا الفرخة طبعا انا غسلاها كويس ونقعاها بخل وليمون وملح. وهبدأ بقى ايه اديها تخريمة كده كلها علشان ايه التتبيلة تخش فيها. معايا بقى التتبيلة اللي احنا عملناها هننزلها على الفرخة كلها كده. ونبدأ ايه نتبل الفرخة كويس بالتتبيلة اللي معانا وندخلها كده في الفرخة وتخش في الفتح اللي احنا عملناها في الفرخة. وهنحطها بقى في التلاجة، ممكن نسيبها ليلة كاملة. انا عملتها من الصبح لاخر النهار على ما جيت اعملها، على ما جيت اطبخها يعني. وهقلبها كده ايه، ممكن اقلبها من كل ساعة كده على الجنب شوية يعني. وهحطها في التلاجة لحد ما ايه عشان تشرب من التتبيلة. معايا بقى الطاجن اللي هحط فيه الفرخة في الفرن. معايا بقى خضار كده، اي خضار احنا حابين نحطه. انا حطيت بصل وجزر وطماطم وفلفل وبصل. قطعته قطع كده برضو القطع اللي احنا عايزينها. معايا معلقة فلفل بتوم كده مفرومة. مقطعة الطماطم برضو قطع صغيرة برضو، لو حابين تفرموها براحتكم، بس انا قطعتها مع البصل والبطاطس. وهاخد شوية من التتبيلة كده ومعلقة التوم بالفلفل اللي احنا عاملينها، وهقلب الخلطة كلها. معايا بقى البرطمان اللي هحط عليه الفرخة، مية مغلية حطيتها فيه، وحطيت فيها معلقة ملح، معلقة فلفل اسمر علشان تنكه معايا ايه الريحة كده بتاعة المية اللي هتطلع في الفرخة. وهحط بقى ايه، هحط الفرخة على البرطمان كده زي ما احنا شايفين. وحاطين الخضار ليه؟ علشان نستفيد بالصوص اللي هينزل من الفرخة زي ما احنا شايفين. التتبيلة بقى اللي فايضة كده انا حطيت منها شوية على الخضار، وبقية التتبيلة حطيتها على الفرخة كده وعلى الخضار برضو زي ما احنا شايفين. وشوية مية كمان علشان ايه، تسوي معايا الخضار. هنحط يعني حوالي كوباية مية او نص كوباية مية. ولو احتاجت في الفرن بنزودها مية مغلية عادي علشان الخضار يستوي معانا وعلشان تفضل ايه معانا. هندخلها بقى الفرن مولع من تحت. هتاخد معايا من ساعة ونص لساعتين على حسب حجم الفرخة والسوا بتاعها. زي ما احنا شايفين ما شاء الله الفرخة طالعة مستوية وجميلة، والخضار كمان شارب من الصوص وطعمه حكاية. جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في لايك وشير. سلام عليكم.